اهلا بكم احلى متابعين واحلى اخوات، كل سنه وانتم طيبين. اعاده الله يا رب علينا جميعا بالخير واليمن والبركات. آه النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه الكوردون بلو. يا رب يعني تعجبكم. طبعا الاساسي في الوصفه دي هي صدور الدجاج او الفراخ. فانا عندي صدور دجاج، انا هجهزها دلوقتي وهوريكم انا بجهزها ازاي. هي صدور دجاج تقريبا شبه كامله مخليه. هي بتتباع كده، انا ما اخلتهاش. كمان عندي بقسماط ناعم. انا كمان بضيف على البقسماط حوالي، يعني مثلا لو عندنا نص كوبايه، نص كوبايه بقسماط. طبعا زي ما انتم شايفين الكميه مش كبيره قوي، فانا مش هعمل كميه بقسماط كبيره قوي. هضيف عليها من معلقه لمعلقتين دقيق ابيض، وكمان من معلقه لمعلقتين نشا. ودول الاضافات دي مهمه جدا عشان ما تخليش الدجاج في القلي يفك وتتشال الطبقه بتاعه القشره الخارجيه منه. كمان هحتاج بيضة. كمان هحتاج جبنة شيدر. ممكن يعني تستخدموا اي نوع من انواع الجبن اللي انتوا تفضلوها، بس يعني هي الشيدر بتنجح جدا مع الوصفة دي. كمان عندي في روست بيف، وكل اللي انا جايباه ده مغلف. ممكن نستخدم او نستبدل الروست بيف باللانشون اللي هو المدخن الرومي، او الروست الرومي. برضو بيبقى ظريف جدا جدا جدا، بس هو دوت اللي متوفر عندي. كمان عندي التوابل عبارة عن ملح، فلفل اسمر، بابريكا، ممكن شطة برضو حارة، بصل بودر. كمان عندي في رشة بسيطة جوز الطيب. كمان بستخدم ليمونة ومعلقة خل. ويلا نبدأ. بسم الله. دي عندي صدور دجاج شبه كاملة. طبعا اول حاجة ما بدأت فيها انا حطيتها منقوعة شوية في ملح، وحاطة معاها كده زي نص فص ليمون. وبعدين بعد كده سبتها عدد ساعات طويل شوية، وبعدين رحت يعني متخلصة من المية دهيت، وبدأت احط عليها دقيق وملح وليمون، ودعكتهم بيها كويس، او بعدين شطفتها كويس. وبعد كده هو طبعا لازم اجففها كويس جدا زي ما قلت لكم في اي وصفه، حتى لو انا هسلق الدجاج او الفريخ اللي عندي لازم انا اجففها كويس جدا. تمام. فهي دلوقتي قمت بعمل الخطوات دي كلها عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا شرحت لكم. هبتدي بقى اجهزها، هوريكم ازاي انا هقطعها بحيث ان هي تكون مناسبه لعمل الكوردون بلو. انا يعني محتاجة الشريحة تكون كبيرة معايا، عشان كده خدت صدر كامل ومفرودة. تمام. فهحاول في التقطيع ان انا اعمل كل ده اهو. باجي هنا اهو. ان انا افتحها كده، ومن هنا مش عايزاها برضو في نفس الوقت تكون سميكة، فانا بفتحها حسب رؤيتي للقطعة اللي معايا. بس كده بصوا، هي كده القطعة شايفين مش سميكة، وانا فتحتها والشريحة معايا المساحة بتاعتها كبيرة كده اهوت، بحيث ان انا اعرف اعملها بالحشو. احطها كده على جنب واعمل القطعة التانية. هنا بقى هبتدي بتتبيل الفراخ، واول حاجة او الدجاج، اول حاجة بعملها هو ان انا بعصر عليها كده وهي مفرودة كده الليمون، اغرقها ليمون وخل. تمام. طبعا حسب الكميه اللي عندي، انا هنا مش عامله كتير، فانا ممكن اخد ليمونه صغيره او جزء من ليمونه كبيره، نص ليمونه كبيره على حسب. حابين تزودوا عن كده ماشي. يعني كمان بحط عليها زي معلقه كبيره او معلقتين برضو خل.
وابتدي برضو ارش عليها التوابل، دي الملح والشطة والبابريكا والبصل البودر، الفلفل الاسمر مهم اوي طبعا. الفلفل الاسمر بحب اكتره، انا لما كترته في الوصفة هي يعني حلو. كمان بحط جوز الطيب وبقلب الفراخ على الجنب التاني، ونفس اللي عملته هنا بعملها، وبعدين اسيبها بقى في التتبيله والخلطه بتاعتها دهيت مده حوالي ساعه ساعتين على حسب. وبعدين هقلبه كويس جدا. طبعا الدقيق بيخلي الطبقه اللي انا بحطها من البقسماط وكده ما تفرولش من على الكوردون بلو بتاعي او البانيه بتاعي، وما يفكش مني ابدا. تمام، يبقى دي اهو جهزت كده ايه البقسماط. تمام، بقى الدجاج اللي عندي طبعا بعد ما تبلته كده انا سايباه من ساعتها في التلاجة عشان خاطر ياخد من التتبيله بتاعته. اجيبه بقى اجهزه كده جنبي. كمان عندي ده البيض المخفوق، وانا بستخدم بيضه ممكن تزودوا. هبتدي اخفقهم، حطيت عليهم معلقه خل وشويه فلفل اسمر. تمام، هحط عليهم كمان زي معلقه حليب او معلقتين حليب، ودي برضو بتخلي طبقه البقسماط ما تفكش مني. ودي اختياري يعني ممكن تعملوها او لا، بس النشا بصراحه ضروري جدا بالذات في وصفه الكوردون بلو. انا بحب اخفق البيض كويس جدا، اخفقه قوي لحد ما يعمل رغوه كده عشان اتاكد ان هو يعني ما فيهوش اي طعوم غير مرغوبه او زفره او كده. كده هجهزه هخليه كده برضو. انا بقى عندي الجبنه الشيدر. بصوا انا بصراحه بحب استخدم النوع ده من انواع الجبن بالذات للناس يعني اللي هي ما عندهاش استهلاك قوي في الجبن. بصوا انا بجيبه كل جبنه، كل شريحه جبنه لففها في طبقه بلاستيك. ممكن بصراحه بتقعد عندي انا، يعني مش عايزه اخدكم اقول لكم، ممكن عدد شهور كتيره جدا بتقعد معايا ومش بتنشف ومش بيجرالها اي حاجه خالص. موفره جدا بصراحه. يعني لو احتجتها في وصفة احتجتها في حاجة، يعني بالذات احنا كمان مش بنسحب قوي من الجبنة كده هو، بالذات الشيدر دي. ف انا يعني بحبها، اجيبها واحط الكيس ده عندي في التلاجة، بستخدمه في الوصفات اللي زي دي او للاكل او كده للسندوتشات كده. بصراحة بتقعد فترة طويلة جدا زي ما انتم شايفين اهي اكن لسه معمولة. هبتدي برضو هاخد على قد العدد اللي انا عايزاه هفكه. كمان نفس الحكاية روست بيف اللي عندي برضو مغلف، انا بجيبه برضو مغلف كده هوت، وبيقعد برضو فترة طويلة جدا عندي. او ممكن تستخدموا زي ما قلت لكم اللانشون اللي هو المدخن الرومي، برضو بيبقى طعمه ظريف جدا. بس هو ده اللي متوفر دلوقتي، كنت جايباه برضو من مدة وشايلاه كده في التلاجة عشان استخدمه في وصفة زي دي. تمام، يلا بقى نبتدي. هنا بقى انا جهزت كل حاجه، هبتدي هنا هو بقى. بصوا انا بحب اعمل كده، باخد شريحه اللانشون اللي عندي سواء كان روست بيف او سواء كان لانشون مدخن اي نوع، وبحط الجبنه كده فيها وبلفها عشان الجبنه لما تسيح مع القلي ما تطلعش قوي بره يبقى الخارجي هي طبقه اللانشون هي اللي من بره. تمام، وبعدين باخد شريحه من الدجاج او الفراخ اللي انا متبلاها الفيليه دهيت، وابتدي احطها كده اهوت الفها. لو قدرت اقفلها من الجنب اقفلها، مش قادره خلاص مفيش مشكله، انا مخليه الجبنه جوه اهي اهي. حاول كده يعني اسدها زي ما انتم شايفين اهي. وادي الرول اهو بقى عندي زي ما انتم شايفين. ابتدي احطه على طول في البيض اللي اعمله، احطه في البيض المخفوق. تمام، اخد واحده تانية اهي، احط الجبنه جواها والفها كده رول، وبعدين اخد شريحة الدجاج اللي عندي وابتدي برضو الفها. هنا اقفلها من الجنب كده، الشريحة دي اكبر شوية فهتمكنني ان انا الفها واعملها كده، وابتدي احطها في البيض وهكذا.
هنا بقى بعد ما غمرتها في البيت كويس كل رول من دي، هبتدي اخدها كده اهوت بالراحه، وابتدي احطها في خليط البقسماط او اللي انا عاملاه مع النشا والدقيق. احطه في كيسه كده عشان اسهل يعني ما يلزقش بقى في ايدي او في الادوات اللي انا ماسكاها، بتبقى احسن بصراحه كده. وابتدي اعفره بالبقسماط ده بقى من كل ناحيه كده. بحيث ان تغطيه كل طبقه البقسماط من كل ناحيه. الكيس كمان هيساعدني اكتر من لو انا حطاه في طبق. خلاص بقى هو اتلف كده من كل جانب. ابتدي اخرج الرول بقى اللي عندي دهوت واحطه في طبق كده هوت مسطح، وعشان يكون جاهز ادخله الفريزر. برضو مهمة جدا في الكوردون بلو الخطوة دي، لازم اسيبه شوية حوالي نص ساعة في الفريزر قبل القلي عشان يتماسك وما يفكش مني مع القلي. طبعا احاول وانا بحط كده ابقى مبعداهم زي ما انتوا كده شايفين، وهدخله على طول الطبق دهوت على الفريزر عشان اخد منه على القلي. هنا بقى في زيت يكون سخن، انا سبتها حوالي نص ساعه. طبعا لو قدرتوا تسيبوها اكتر من كده يكون افضل، كل ما هنسيبها يكون افضل عشان تتماسك. ابتدي انزلها بقى واقلبها. طبعا زي ما انتوا شايفين مش بتفك لان هي يعني مثلجه شويه، يعني بتكون متماسكه جدا. هدي بقى عليها النار تاخد لون وابتدي اقلبها مع التقليب المستمر. هي لونت معايا قوي عشان كان الزيت شويه سخن قوي، المفروض انتوا يعني تقلوا شويه. انا هحاول اقلبها كده وهديت عليها النار قوي. ممكن برضو تغطوها مع التهدئه دي عشان تتاكدوا ان هي استوت كمان من جوه. انا هنا مهديه النار ومغطياها وبقلب تقليب مستمر لحد ما يعني تستوي. اعلي شويه كده لاني كنت هديت قوي. وادي يا جماعه طبقنا. طبعا انا هقطعه حلقات لكن هو سخن جدا دلوقتي، الاقي الجبنه سايحه قوي. هستنى يهدى شويه عشان ما يفرطش مني. زي ما انتوا شايفين قد ايه هو متماسك ولونه جميل جدا، اللون اللي هو الذهبي ده. طبعا ممكن اقدمه مع بطاطس محمره، مع بطاطس مسلوقه، ممكن مع اي نوع من انواع السلطه الخضراء، تبوله، اي حاجه زي ما تحبوا. جربوه ان شاء الله هينول اعجابكم. زي ما انتوا شايفين يا جماعه تجنن. صورة تتقدم كده اهوت. طبعا جميله جدا والجبنه فيها سايحه قوي لانها سخنه، بس هي هديت شويه. طبعا جربوها هتعجبكم جدا، انا متاكده ان هي هتعجبكم طبعا. وبالف هنا في الف هنا، وشكرا ليكم ولمتابعتكم.